السلام عليكم. مشهد يليق بالكرة المصرية بكل النواحي، حاجة بنشوفها بسم الله ما شاء الله، حاجة متعة، حاجة جمال، حاجة خيال. نقعد على الكورة نروق نفسنا نظبط نفسنا، بس ما فيش كورة. عايزين نشفر الدوري. هنشفر الدوري ليه يا جدعان؟ هنشفر الدوري عشان يدخل لنا فلوس، لان احنا بنقدم محتوى كروي مضحك. لا مضحك لاقصى درجة، لا مضحك لابعد درجة، مضحك لاقصى درجة ممكن تتخيلها في حياتك. اتحاد كورة بسم الله ما شاء الله فاشل، إدارة رابطة الأندية فاشلة، كل حاجة موجودة في المنظومة بتاعتنا فاشلة. ثم تيجي تحاسب النادي الأهلي تقول له حضرتك هو أنت ليه شايفنا فاشلين؟ أحب أقول لك حضرتك فاشل في كل حاجة عملتها، من أكبر واحد رأسا في كرة القدم إلى أصغر واحد. ليه سعادتك؟ علشان حضرتك عملت يعني إيه؟ جيت كده فجرا ورحت حاطط قرعة ورحت حاطط ماتش أهلي وزمالك، وقلت خلي بالك إحنا جاهزين نجيب يعني طاقم تحكيم إيطالي وجاهزين نجيب طاقم تحكيم يوناني، ولكن محتاجين التكة. أي حد بس يبعت كده يقول لنا هاتوا الطاقم التحكيم وهتلاقيه موجود عندكم. فتيجي رابطة الأندية بعد التواصل النادي الأهلي معاها يقول لك احنا مستعدين ان احنا نطلب طاقم تحكيم، ويبعت خطاب لاتحاد الكوره يقول له حضرتك احنا عايزين تحكيم اجنبي للقاء النادي الاهلي. فاتحاد الكوره يعمل نفسه من بنها وعبيط مش معانا خالص نهائي. ثم ينتهي الامر يقول لك اصل رابطه الانديه لم تطلب، ثم يطلع تاني خطاب من نفس اتحاد الكوره اللي قال لك يعني رابطه الانديه ما طلبتش، طالع يقول لك تاني لا هي طلبت ولكن كان الطلب ده في التليفون وكان الوقت متاخر. فمعلش والله عذرا، صح كابتن هنا ابو ريده بينام بدري، اصل الراجل بيستقبل وفود وناس جايه من بوركينا فاسو وناس جايه من فاسو نفسها وناس جايه من هنا ومن هنا. لكن معلش عذرا سعادتك احنا مش فاضيين ندير الكره المصريه، لان احنا عندنا كره افريقيه وعندنا انتخابات افريقيه عايزين نعملها. الحكام المصري حلوين وعليهم سكر وبسمسم وكل حاجه، ولكن حضرتك اللي كان بيعترض على الحكام المصريين هو اللي قفش في الحكم المصري وقال لك لا انا مش عايز غيره. ما علينا، انا اساسا قصتي وحواري كلها ليس مع نادي الزمالك. نادي الزمالك ليه الحق يعمل اللي هو عايز يعمله، لانه خارج المنظومه الرياضيه اللي احنا بنتكلم فيها، خارج الحوار كاملا. لما نيجي نقول لك عايزين حكام اجانب، وبالرغم ان كان في مصدومين من الزمالك وغيره، ولكن يطلع اتحاد الكوره يقول لك احنا مستعدين، ثم فجاه يقول لك معلش اصل ما فيش حكام اجانب، ثم يبلونا بسيوني. يعني انا مش فاهم الناس دي بتدير ايه. خلاص يعني الراجل بقى طبعا كابتن بسيوني نزل الملعب وخد معاه لعيبه الزمالك واعلن خلاص نهايه اللقاء. انا مع النادي الاهلي قلبا وقالبا، انا مع قرارات النادي الاهلي. الاهلي قرر اما لعب اللقاء بحكام اجانب او الانسحاب من البطوله بالكامل. اذا كان الاهلي هينسحب من ماتش الزمالك فقط لا غير وهيلعب ماتش بيراميدز، هيروح ماتش بيراميدز هيلعبوا بحكام اجانب ويقول لك ساعتها احنا جبنا حكام اجانب للقاء بيراميدز، احب اقول لك كابتن محمود الخطيب انا هكون ضدك من النهارده حتى اخر يوم في اداره النادي الاهلي. اذا طبقت قرارك وطبقت كلامك وقلت انا خارج البطوله دي بالكامل، لو تم قرار انسحاب النادي الاهلي من الماتش وتم خصم 3 نقاط من النادي الاهلي ان هو ما راحش المباراه، فانا احب اقول لك كابتن محمود الخطيب احنا في ظهرك ايا كان القرار. وانا احب اقول لك من دلوقتي قرار الدوله هيكون كالاتي: قرار الدوله هو اقاله حد من الثلاثه، اقاله اتحاد الكوره او اقاله رابطه الانديه او اقاله اداره النادي الاهلي. لن يكون هناك رابع، انتهى الامر. اقاله اتحاد الكوره، اقاله رابطه الانديه، اقاله اداره النادي الاهلي. وهنا لازم يجي دور جمهور النادي الاهلي في ظهر النادي الاهلي في كل قراراته اللي هياخدها. الضغط هيكون كبير جدا جدا، الوضع صعب جدا جدا. احنا للاسف ما بنعيش كرة قدم داخل الدوري المصري. مصر ما فيهاش اي نوع من انواع الكوره، مصر فيها كوسه فقط لا غير. تعال نكوسها انا وانت وتعال نقيفها وتعال نظبطها للغير عشان خاطر يلبسها. وبالتالي الوضع النهائي لو جمهور النادي الاهلي مش في ظهر اداره النادي الاهلي هنبقى في مكان تاني خالص. هتيجي تقول لي هو حضرتك متفق اساسا ان النادي الاهلي ما يلعبش اللقاء او غير متفق؟ هقول لك النادي الاهلي طلع قرار، هو ادرى باللي حصل في الكواليس، هو اعلم بكل ما حدث من اول يوم تم اعلان فيه اللقاء وعدم وجود قرعه والموضوع اتعمل الساعه 5 الفجر. هو اعلم بكل شيء حصل. تواصل النادي الاهلي طلب حكام اجانب وتم الكلام ليه ان هو خلاص هيتم جلب حكام اجانب، ورابطه الانديه قالت هنجيب حكام اجانب، ثم في اخر لحظه تم تعيين بسيوني. شكرا اتحاد الكوره، شكرا رابطه الانديه. وهنا واجب على اداره النادي الاهلي انها لازم تقف وتنفذ البيان بتاعها بكل كلمه اتقالت فيه. لو لم يتم تنفيذ كلام النادي الاهلي هنبقى زينا زي نادي الزمالك ما انسحب قبل كده. وانا طلعت اتريقت قبل كده عن نادي الزمالك وقلت منظر لا يليق بالكره المصريه، لان نادي الزمالك انسحب من لقاء الاهلي ثم كمل الدوري عادي. لو احنا عملنا نفس الكلام يبقى احنا عملنا زي نادي الزمالك، يبقى مفيش فرق بيننا وبينهم. لكن طالما النادي الاهلي خد قرار احنا في ظهر النادي الاهلي.
في ظهر اداره النادي الاهلي، والقرار بتاع الدوله هيكون اقاله حد من الثلاثه. لو جمهور النادي الاهلي ما وقفش في ظهر النادي الاهلي، هيبقى للاسف هيبقى اقاله ساعتها اداره النادي الاهلي. كلام اعتقد وجهه نظري هو ده اللي هيتم، هو ده اللي احنا هنشوفه. اشوفكم على خير. وفي داهيه بطوله، وفي داهيه دوري، وفي داهيه رابطه، وفي داهيه دي كوره، وفي داهيه ده اي شكل خالص، طالما انت بتتكلم على مبدأ وقرار ماسك ومستمسك بيه. اهلا وسهلا، وكل جمهور النادي الاهلي في ظهر محمود الخطيب.